القشرة من أهم أسباب تساقط الشعر، ومش بس كده، دي بتأثر على الثقة بالنفس وبتأثر على الحالة النفسية، زائد إنها ساعات بتكون كمان فيها إحساس بالحكة، وده طبعا حاجة بتأذي جدا. اللي أنا عايزة أقوله لكم إن فروة الراس بالظبط زي البشرة، في منها الجافة وفي منها الدهنية، علشان كده لازم نبقى عارفين إحنا بنستخدم إيه على شعرنا. زي ما البشرة الدهنية والبشرة الجافة ليها كريمات ومرطبات معينة، كمان فروة الشعر الدهنية ما ينفعش مثلا نحط عليها زيوت تقيلة، ما ينفعش نستخدم سيروم أكتر من مرة سواء في اليوم أو حتى في الأسبوع. اللي أنا عايزة أقوله لكم إن مهم قوي نهتم بصحة شعرنا وبصحة فروة الراس، وهتلاقوا نصايح في فيديوز كتير أنا قايلاها ممكن ترجعوا لها. لكن هنا هكلمكم عن القشرة والناس اللي بتستخدم زيوت للشعر. دايما نختار زيوت خفيفة على فروة الراس، ودايما نسيبها نص ساعة بالكتير ونغسل، بلاش ان احنا نبات بيه ونغسله تاني يوم، لان ده بيزود ان القشرة ممكن تطلع. طيب من الحاجات المهمة قوي لو هحط زيت على الشعر ان انا اغسله بشامبو يكون سلفيت، دي مهمة جدا علشان ينظف الشعر كويس. وهتلاقوا ان دايما كمان القشرة بتزيد في الرجالة عن السيدات، وده لزيادة هرمون الDHT. طيب نحل بقى المشكلة ازاي؟ اهم حاجة ان احنا يبقى عندنا شامبو سلفيت لو احنا ماشيين على فري سلفيت زي ما قلنا. تاني حاجة نستخدم شامبو مضاد للفطريات، كلكم عارفينه، حاجة زي النيزرال او حاجة زي اللي فيها كمان مواد فعالة زيادة زي الفيتشي او البوليتار وكمان السلنجينا. المهم عندي بقى في الشامبوهات دي ان هي بتنشف الشعر، فنستخدمها مرتين في الاسبوع. كمان حاجه مهمه قوي، لو القشره شديده وفيه قشور كتير ممكن ان احنا نستخدم 2 شامبو بالتبادل، حاجه زي النيزرال بالتبادل مع البوليتار مثلا، علشان يبدا يقلل من القشور دي وتبدا القشره تختفي. المهم زي ما بقول لكم يبقى مرتين في الاسبوع لمده مثلا شهر، شهر ونص، ونهتم بترطيب الشعر بحاجات ما تكونش تقيله علشان ما ترجعش القشره تاني، ونتجنب الزيوت في الوقت ده خالص لحد لما الشعر تختفي منه القشره. حاجه بقى مهمه قوي في البوليتار، لان كلكم او اغلبكم بيستخدموه ومش عارفين تريك مهمه فيه. البوليتار بيزود الحساسيه من الضوء او الحساسيه من الشمس، فلو هنكون بنستخدمه في الايام دي لازم واحنا خارجين نكون حاطين كاب على شعرنا. واهم حاجه زي ما قلت لكم، لو ماشيين على شامبو فري سلفيت للناس اللي بتصبغ شعرها او اللي عامله فرد او بروتين او اي حاجه، لازم كل فتره ناخد كده بريك ونستخدم شامبو فيه سلفيت.